السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه الفشار بطريقه سهله وجميله جدا وسريعه. اول حاجه هنا حطيت معلقتين زيت او معلقه كده ونص، يا دوب بس حبه صغيرين، وكمان عليهم معلقه ملح، وهيبقوا بالشكل ده كده. هنقلبهم مع بعض كويس، هيطلع نتيجه جميله جدا وسريعه ومش هيبقى ولا واحده، وهتشوف معايا في باقي الفيديو. وبعدين بدأت انزل بالفشار كده في دورة الفشار، وقلبتها مع الملح والزيت. وطبعا معلقة ملح كفاية قوي على ربع كيلو دورة فشار. وبعدين قلبتهم كويس كده، وعملت الحلة كده عشان يترصوا كويس في أرضية الحلة، بحيث اللي كلهم يبقوا واصلين الأرضية، عشان ايه؟ كلهم يعملوا كويس يعني. وبعدين رصيتهم بالطريقة ديت، وقفلت عليهم بالغطا. طبعا الغطا ده شفاف، فمش هنحتاج ان احنا نفتح عليه خالص، والافضل ان انت متفتحيش عليه خالص علشان تكون النتيجة حلوة. والحلة دي اصلا مخصصة للفشار. وبعدين هنفضل مستنيين كده، هنوطي النار اول ما يبدأ يفرقع كده. هنبدأ نوطي النار، يعني اهي اول واحدة هي هتفرقع دلوقتي. هتعمل جماعة طريقة سهلة جدا جدا، في 5 دقايق هتكوني عاملاه. اهم حاجة ان انت مكتريش في الزيت، وتحطي معلقه الملح كده وتقلبيهم مع بعض، وتقلبيهم كويس في دورة الفشار. وبعدين ترصصيه كده في الارضيه، بتهزي الحله كده وتقفلي عليه. اهي اول واحده عملت كده، هبدا اوطي النار خالص كده. انا وطيت النار، وهيبدا اهو كله يعمل. ويا جماعه سامعين بقى الساعه 12 دلوقتي، الساعه لسه 11 ونص اصلا، والدنيا شغاله يعني. وبعدين كده هفضل مستنيه بقى لحد ما كله يعمل، وهوريكم في الاخر مش هيبقى ولا واحده. بجد الطريقه دي جميله جدا، هيعمل كامل. وهوريك النتيجه معايا في اخر، هتشوفي النتيجه بنفسك في الاخر. كده بقى بدأ كله يعمل. بجد يا جماعه اسهل حاجه ممكن تعملوها ليله راس السنه دي، وجميله جدا ومسليه جدا، وطعمه بيبقى جميل. هفضل مسيباه كده على نار واطيه جدا لحد ما اتاكد ان كله خلص، ما فيهوش ولا واحده لسه ما عملتش. هفضل كده سايباه مقفول عليه طالما هو شغال كده عمال يفرقع كده. وهبدا اقلب الحله كده علشان لو في اي واحده طلعت فوق مثلا ولا حاجه، فهتنزل. لما بتقلبيه كده بتنزل تحت تاني اللي لسه ما اتعملتش، فهيعمل بسرعه معاكي وعشان ما يتحرقش منك. كل ما تلاقيه سكت كده رحتي مقلبه الحله، لو في حاجه تاني هيفرقع. لو ما فيهوش خلاص مش هيعمل حاجه تاني، وهتشيليه من على النار. هو لازم تقلبها كويس بالطريقه دي. هو كده كان خلاص في النهايه اصلا. مش شرط يعني تعملي الفشار في ليلة راس السنة، ممكن تعمليه في اي يوم عايز تسلي عادي. طريقته سهلة اصلا وبسيطة وجميل وسريعة. 5 دقايق هتكون مخلصة يعني. هو انا مش مسرعة الفيديو المرة دي خالص، منزلاه زي ما هو، وكله اصلا اخد 5 دقايق. ففي 5 دقايق هتكون مخلصاه كله، وهتكون النتيجة روعة جدا. بس كده هو شكله كده سكت. فضلت كده حوالي 10 ثواني، ما عملش ولا اي حاجة. رحت بدأت افتح عليه بقى، فتحت عليه، وبصوا بقى النتيجة الروعة يا جماعة. مفيش ولا واحدة متبقية. بصوا المنظر، ولا واحدة متبقية، والنتيجة جميلة جدا وما شاء الله شكله جميل واتعمل كامل. هنا بقى وانا بقدمه حطيته بقى مع شوية لب كده وسوداني، علشان تبقى تسنية حلوة يعني مع بعضيهم كده.
واشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ومع السلامة، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.